السؤال ده لسه معدي عليا وانا بحل امبارح، فانا كده ابقى بفكر بطريقه وضع السؤال. بصوا، هي ماده معقدانا في الحل بتاعها، ساعات نذاكرها ونكون فاهمينها كويس، بس نيجي نحل نلاقينا رغم ان احنا واثقين من الحل اللي احنا بنحله نغلط فيها. طيب هنعمل ايه مع ماده الاحياء؟ ده اللي هنعرفه خلال الفيديو ده، فكملوا للاخر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دكتوره مي الجمال في ثالثه طب بشري، وعلى قناه هنا بحاول اساعدكم واتابعكم خلال رحله الثانويه العامه. والنهارده هتكلم عن الاحياء. اول حاجه بالنسبه للمدرس، في ناس كتير بتحب ان هي تاخد درسين وثلاثه في الماده بحيث ان هم يفهموها. اصل المدرس ده هيدي ملحوظات زياده، اصل المدرس ده بيحل احسن، وهكذا. انا دايما برشح ان احنا بدل ما ناخد درسين مع بعض، اخد درس واحد مع مدرس انا بفهم منه كويس جدا الشرح، واخد كورس عصير كتب يجمع لي كل افكار الكتب الخارجيه. برشح لكم كورس الدكتور ياسين العدل، لانه هيجمع لكم كل افكار الكتب الخارجيه، مش بس بتاعه السنه دي، لا ده من سنه 2021 من بدايه النظام الجديد لحد دلوقتي. غير ان حاجه زي دي طبعا هتلغي عندك حيره الكتب تماما، لانك خلاص مش كل ما تشوف كتاب بقى مع زميلك هتقول انا عايزه اجيب الكتاب ده. انت بتحل اصلا خلاصه كل الكتب اللي في السوق، الامتحان، التفوق، الدليل، النفيس، التميز، المرجع، فهتبقى اصلا بتحل كل الكتب، مش محتاج حاجه تاني ولا محتاج انك تتحير بين الكتب تاني. السنه اللي فاتت كان معاه ريماس ال 14 على الجمهوريه، وما شاء الله كان معاهم كميه اوائل صعب نعدها، ودرجاتهم في الاحياء كانت عاليه جدا. تاني حاجه بالنسبه للشرح، والطبيعي ان احنا نكون بنذاكر من كتاب واحد، وبضيف لي الملحوظات اللي انا اكتسبتها من الحل او اللي المدرس قالها في حصته. طيب لو انتوا زيي، انا كنت جبت كتاب المدرس، جبت كتاب الشرح، جبت كمان بعدها بفتره كتاب التفوق، بس اول كتاب كنت ذاكرت منه كان كتاب الامتحان. فايه اللي انا عملته علشان اواكب بين الكتب دي كلها في كتب الشرح؟ انا طبعا زي ما قلت لكم بفضل ان احنا نذاكر من كتاب واحد، ويكون اكتر كتاب جمع الملحوظات. يعني كتاب التفوق ما شاء الله كان مجمع كل الملحوظات الزياده كمان، فكنت برشحه اكتر. ولكن انا كنت بدات اذاكر من كتاب الامتحان، فعملت ايه؟ كنت بذاكر كويس جدا من كتاب الامتحان، بعد كده افتح المذكره بتاعه المستر واقوم راجع عليها، لو في اي ملحوظات زياده مش موجوده في الكتاب الاساسي اللي انا ذاكرت منه اقوم نقلها للكتاب الاساسي. ذلك من التفوق. بالتالي لما اجي اذاكر الكتاب ده تاني، هو متجمع كل المعلومات بتاعته عندي في مكان واحد، او ان انا بهايلايتر لونه قوي او محدده على الملحوظات دي في الكتب في مكانها من غير ما انقل حاجه. ولما اجي اذاكر هفتح الثلاث كتب، بس الاول هذاكر من الكتاب الاساسي وابص على طول على الملحوظات، مش هاجي اذاكر بقى الشرح ذات نفسه تاني، لا انا هبص بس على الملحوظات في الكتب التانية. في سماع الشرح الاونلاين، في حاجه انا كنت بعملها بس دي في الدروس الصعبه بس، او حتى لو في درس سهل بس في جزئيه منه صعبه، كنت بسمع الحصه عادي جدا بالسرعه العاديه، وبعد كده اعيد عليها تاني بالسرعه في 2 نفس الحصه، عشان ممكن مثلا حصه المذاكره او اللي هو فيديو المذاكره يكون حلو ان انا بكرر المعلومات تاني، بس ان انا اكرر نفس الحصه بنفس الطريقه اللي اتقالت بيها المعلومه اول مره، دي بتثبتها في دماغي جدا وتفهمها لي جدا. ثالث جزئيه وهي المذاكره، ازاي بعد ما خلصت الحصه او جيت من الدرس هذاكر الدرس اللي انا اخدته في الاحياء. طبعا مهم جدا نعرف ان الاحياء من المواد اللي ما ينفعش تتراكم، علشان انت لسه واخد معلومات فاهمها، فيدوب تلحق تلزقها في دماغك قبل ما يضيع منك الفهم اللي انت كنت فاهمه، لان احنا مش اينشتاين عشان نفهم الحاجات في دماغنا. طبيعي جدا ان في حاجات بتبقى محتاج ان انا اذاكرها فريش اول ما خدتها. اجي اعمل ايه؟ بقرا الدرس كله بحيث اتاكد ان انا فاهمه كل جزئيه فيه قراءه كده سريعه. طيب في حاجات انا مش فاهماها او حاسه ان انا ما استوعبتهاش كويس في الحصه ضاعت مني، بقوم جايبه قلم فوسفور او اللي هو قلم تحديدي يعني، واقوم معلمه عليها كويس قوي، بحيث ان انا هسال فيها تيم المتابعه او المدرس، او ارجع اشوف الحصه تاني. وبعد كده باخد فقره بفقره، الفقره دي اخدها واقعد اكررها اكتر من مره، وبعد كده اسمعها غيبيا. الحفظ مهم جدا في الاحياء وجزء لا يتجزأ منها. انت حرفيا لو حافظ الاحياء كويس هتعرف تحل كويس، وتتجنب بقى الفاظ اللي هم بيحطوها في السؤال عشان يوقعوكوا بيها. فانت لو حافظ لفظ الكتاب كويس هتعرف تحل كويس. كده ابدا احل، ويفضل ان انا احل جزء بجزء، يعني ما استناش ان انا اخلص الدرس كله عشان اجي احل عليه كله. بجد دي من اكتر الحاجات اللي بتخلينا اصلا مستثقلين موضوع الحل. لا، من اكتر الحاجات اللي فعلا بتخلي دماغك تستوعب الدنيا حته بحته كده، ان انا كل فقره اذاكرها او كل صفحه اذاكرها اروح احل عليها. رابع حاجه في المذاكره، ان اي حاجه فيها رسمه، يعني مثلا ساعات بيبقى في فقره ومتوضحه برسمه، انا برجع تاني على الرسمه دي واشرح عليها لنفسي كأن مفيش الكلام المكتوب ده خالص، واشرح لنفسي على الرسمه الكلام اللي بيحصل، او اسمع لنفسي. بجد دي من اكتر الطرق اللي بتثبت المعلومه، لانك ثبتها بصوره، ثبتها بانك شرحتها، وثبتها بانك سمعتها غيبيا، عملت اكتيف ريكول للمعلومه اللي في دماغك. رابع حاجه وهي الحل، حابه افكركم ان عصير الكتب من اكتر الحاجات اللي هتفيدكم، لانها هتسهل عليكم الدنيا، وكمان هتجمع لكم افكار كل الكتب. عصير الكتب مع دكتور ياسين العدل عليه خصم 50% دلوقتي، فالحقوا الخصم ده، لانه الاول 100 طالب بس، تدفع مره واحده لحد ما تخلصوا المنهج. عصير الكتب بيفضل معاك، في شرح للتريكات وشرح على سبوره الكترونيه، وفي متابعه اول باول ورد على كل اسئلتكم. هسيب لكم لينك قناه الدكتور ولينك الجروب اللي هتتجمعوا فيه علشان تاخدوا الخصم. اول حاجه اللي خلتني حرفيا كل ما انتقل من سؤال للتاني في
امتحان اخر السنه ابقى عايزه اصوت كده حرفيا، انه السؤال ده لسه معدي عليا وانا بحل امبارح، لسه معدي عليا حرفيا في ليله الامتحان، بس مغير فيه كلمه حرفيا بتغير السؤال. فعشان كده امشوا في السؤال حته حته، اخد السؤال كده فقره فقره عند كل فصله، افهم الجزئيه دي كويس قوي، الكلمات المميزه اعمل عليها دايره زي ما عدا، الا اي ارقام تفرق جدا جدا في الاجابه، وفي ناس شاطرين بيقعوا فيها. قراءه السؤال هي نص الاجابه، ابدا ان انا الاول استرجع المعلومات دي في دماغي، بعد كده اقوم حله. طب انا حليت صح او حليت غلط، اكتب المعلومات اللي انا عارفاها عن الجزئيه دي كلها سواء شفوي او تحريري، استرجعها اسمعها يعني. طيب انا مثلا ما افتكرتهاش، خلاص برجع اذاكرها تاني، خلاص انا بحل جزء بجزء او بحل الامثله المحلوله على الدرس. قرات السؤال كويس جدا، عملت علامه او دايره على الكلمات المميزه في السؤال واللي هتفرق في الاجابه زي الا، ما عدا، صح، خطأ، وهكذا. طبعا برضو ملجأش للكتاب، يعني ما يبقاش كتاب الشرح جنبي وانا بحل، ممكن احل مع المدرس اول مره، او احل مثلا الكتاب السهل لوحدي وكتاب اللي هو عصير الكتب او الكتاب الاصعب اللي انا بحله احل مع المدرس. دي حاجه اكيد مفروغ منها، لان الكتب التانية بتبقى اصعب وبيبقى افكارها اكتر، فصعب ان انت تحلها لوحدك. تحل بطريقه اكتف، ان انت تفتح الفيديو وتحله الاول لوحدك، وبعد كده تشوف طريقه حل المدرس، وهكذا تمشي سؤال بسؤال، بتحل لوحدك الاول وبعد كده تشوف طريقه حل المدرس. بعد ما تخلص حل ما تقفلش الكتاب وتطلع تجري، انت الاول هتجيب القلم كده والاجابات وتعلم لنفسك وتشوف الاخطاء ديت، لو انت فهمت فكرتها خلاص، لو ما فهمتهاش بتفتح فيديو الحل علشان تشوفها او تسال تيم المتابعه. الاسئله اللي بصور ما تهربش منها، وهي مهمه جدا وبتيجي في امتحان اخر السنه، ده سؤال اكيد ومفروغ منه، ولكن اوعى تنشغل بالصوره عن راس السؤال، لان راس السؤال ساعات بيكونوا حاطين فيه معلومات، عارفين زي برهان الرياضه كده واحنا في الاعدادي والهندسه وكده، فساعات كان يبقى في حاجات معلومات مش موجوده على الرسمه وحاططها لك في الكلام اللي جنب البرهان. فدايما اقرا راس السؤال، حتى لو في رسمه اوكي هنفهم الرسمه، بس الاول اقرا راس السؤال واروح اشوف الرسمه وبعد كده ارجع تاني، لو في حاجه مش موجوده على الرسمه اكتبها عشان اكيد هتساعدني في الحل. ودي بيبقى الخدعه اصلا في امتحانات الثانويه عامه. طبعا العلاقات البيانيه اللي مهمه جدا، وتفهم ازاي ان الافقي هو اللي بيأثر على الرأسي وهكذا. الحاجات دي طبعا بتبقى موجوده في الكتب، مهم تذاكروها مش تحفظوها بس، يعني تفهموها كويس هي ازاي بتيجي اصلا العلاقات البيانيه ديت، وبعد كده تحفظوها كويس، لان انت في الامتحان مش وقت انك تقعد تفهم وتجيبها من اولها، لا برضو تكون حافظ المعلومه. قلت لكم فيديوهات الحل لانها بتشكل عبء كبير عليكم. في الكتب السهله انا بحل لوحدي واعلم لنفسي وبس اشوف الاجابات، لو في حاجه غلط انا بروح اشوف الحل بتاعها، والكتب الصعبه هي اللي بشوف الحل بتاعها كامل. سر مهم قوي ومعظمكم مش بياخد بالكم منه، دي فايده ان عصير الكتب مجمع من اول 2021، والسر ده مهم جدا لاي حد بيحل الاسئله المجمعه على الفصل ده من الامتحانات السابقه. بيبقى في كتاب الامتحان كده، عارفين لما بيجيب لك كل اسئله الامتحانات السابقه على الفصل الاول وهكذا. يعني بعد كل سؤال تحله انت خلاص حليت وعلمت لنفسك وشفت ايه الصح وايه الغلط. برضو من اول سؤال معلش هنقعد ساعه مثلا ونشوف كل سؤال السؤال ده جاي من انهي جزئيه في الدرس، واركز عليها قوي، اكتب عليها حتى كده موضع امتحان. تلاقوا ان في اسئله كتير جت في نفس الجزئيه ديت سنتين ورا بعض، فوارد جدا ان انت تجيلك برضو السنه دي، فراجع الامتحانات السابقه لان هي اللي هيجي منها الامتحانات الجايه. فانا كده ابقى بفكر بطريقه وضع السؤال. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وفادكم. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو ده واشتراك في القناه، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات، ودمتم متالقين.